باقي الفراش غالبا مش بيدخل بيتك، انت اللي بتدخله بايدك، ودي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تقول ان انا بيتي نظيف بس باقي الفراش جالي، لان باقي الفراش مش محتاج انه يمشي في الشارع عشان خاطر يوصل لك، زي الدبان مثلا اللي ممكن يطير ويجي لك، بس هو شاطر جدا في انه يستخبى عشان خاطر يتنقل من مكان للتاني. فعشان كده دايما تلاقيه ناطط في شنطه، في اساس خشب جديد، في الهدوم، في المفروشات، في خشب مستعمل او اساس مستعمل، في كرتونه او حتى شنطه. الحاجات دي كلها كانت موجوده في مكان كان فيه اصابه، ولما جيت تنقلها جبت معاك الاصابه البيضاء. وباقي الفراش هنا مش بيدور على الشنطه عشان خاطر يعيش جواها، هو بيدور على الشنطه لان المكان اللي فيه بقى مزدحم بالحشرات وما بقاش فيه تغذيه كفايه، او الناس هناك بدات انها ترش، فبدا ان هو يتنقل لان المكان ده ما بقاش امن، فبيدور على اي حاجه زي وسيله مواصلات تاخده معاه من المكان اللي هو فيه ويروح مكان جديد ما يكونش فيه اعداد كبيره من الافات، بالتالي يلاقي تغذيه مناسبه. وانت بعد كده بتشيل الحاجه دي وتدخل بيها البيت بتاعك من غير لما تعرف انت كده نقلت الحشره مسافه عمرها هي ما كانت تمشيها. يعني ناس كتير بيصيفوا في اماكن ساحليه بعيد خالص بال 200 و300 و400 كيلو والافه تيجي معاهم لحد القاهره. ده في ناس كمان بيسافروا بلاد بره ولما يرجعوا يلاقي الاصابه جت معاهم في شنطه. ودي نقطه مهمه جدا اثناء المعاينه، لما بنلاقي اصابه بدات فجاه في بيت ملهوش تاريخ سابق مع حشره باقي الفراش، اول الاسئله اللي بنسالها مش البيت ده اتنضف امتى، بنسال هل انتوا سافرتوا قبل كده قريب، هل جبتوا اساس مستعمل معاكم، هل اشتريتوا اساس جديد ونقلتوه مع عربيه عفش، فممكن الاصابه تبقى جايه من عربيه العفش، هل في حد بات بره البيت ولو حتى اليوم واحد، هل دخلت شنطه جديده او كرتونه جديده او مفروشات جديده. والاصعب انك انت مش شرط انك انت تدخل حشره كبيره علشان خاطر تشوفها، انت ممكن حريه من حريات الافه تخش تتنقل معاك، وللاسف دي ممكن توصل حجمها لواحد مللي، فبالتالي ما تشوفهاش. عشان كده النظافه لوحدها مش حاجز يقدر يمنع حشره باقي الفراش ان هو يجيلك. يعني لو انت بتنظف كتير ده مش معناه ان الحشره مستحيل تجيلك، لان الحشره مش داخله بيتك عشان تدور على بقايا الاكل ولا التراب، هي محتاجه في النهايه مصدر دم ومكان يكون مناسب عشان خاطر تتكاثر فيه. فلو ظهر عندك حشره باقي الفراش فجاه ما تبداش تسال احنا ليه بتنظيف وظهر عندنا الافه، تسال الاول ايه الحاجات اللي دخلت بيتك خلال فتره 6 شهور، وانت سافرت فين او بيت فين خلال 6 شهور دول. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.